في حالة انه ما عملش يبقى هو مش عايز يرجع. باي باي يا حبيبي، هنساك ان شاء الله. اسماء بتقولي انها نفسها تكلم حد كانت بتحبه وكان بينهم حب زمان وقصة حب وذكريات جميلة والزمن فرقهم زي اي اتنين بيفترقوا، بس هي نفسها ترجع له تاني عشان بتفتكر الذكريات وبتشتاق للذكريات، وخايفة ان هي تندم ان هي لما تبعد. بس اخر مرة لما كلمته كلمها بطريقة باردة اتضايقت من رد فعله او زعلت، يعني مش ده اللي كان منتظر منه. يعني بصي خديها حلقة في ودنك يا اسماء بالمصري، يعني بصي ركزي في اللي انا بقوله لك كويس قوي. الراجل يا اسماء، الراجل لما بيحب ما بيسيبش. الراجل حطي تحتها خط كده، مليون خط مش خط واحد. ده الراجل. في حالة ان الراجل سابك يبقى هو ما بقاش يحبك. انا اسفة ان انا هقولك الكلام ده، هو كلام هيوجعك شوية بس هيفوقك لبعدين. الراجل يا اسماء لما بيحب واحدة ما بيسمحش للدنيا كلها ان هي تيجي بس على طرفها او تأذيها في اي حاجة او انه يتخيل حياته بدونها مع حد تاني. ده الراجل. في حالة ان انا خلاص ما بقيتش احب الانسانة دي، ما حسيتش من ناحيتها بمشاعر، خلاص. ومش هنغصب حد على حاجة، ماشي؟ ما تفرضيش نفسك على حد. انتي شفتي رد فعله، حطي نفسك مكانه. يا ترى لو هو جه كلمني وقال لي الكلام اللي انا قلته له ده بعد غياب وبعد فراق، هيكون رد فعلي ايه؟ هيكون رد فعلك مختلف. طب هو عمل نفس رد فعلي؟ لا، يبقى ما بيحبنيش. طب اقول لك حاجه كمان، انتي بتقولي خايفه تجربي، عايزه تجربي بس خايفه تندمي. مش هقول لك ما تجربيش، جربي. عارفه ليه جربي؟ عشان تشفي قلبك وتشفي نار قلبك من جواكي من رد فعله الوحش التاني، من بروده وطريقه كلامه اللي هتخليكي تقفلي منه اصلا. عارفه لما هتبعدي وانتي مشتاقه لحد هتتعبي اكتر وهتفضلي تفكري فيه اكتر. بس انا بقولك حاولي المحاوله الاخيره عشان ما تتعبيش وعشان ما تفكريش. بس حطي في دماغك في المره الاخيره دي وانتي بتكلميه ان انا هجرب هختبر واشوف رد فعله هيكون ايه معايا، وقولي لنفسك انا هعتبر دي اشاره من رده الاخير. ان كان كويس فيمكن يكون، مع اني انا معاكي للاخر، مع ان انا مش مقتنعه. عارفه ليه؟ لان الشخص اللي بيحب حد مش هيسيب حد متعذب، مش هيهون عليه والله. شوفي ايام ما كنتوا بتحبوا بعض ما كنتيش بتهوني عليه، ما كانش بيفوت يوم لما بتكلموا بعض. خلاص دلوقتي بقت ايام واسابيع وشهور، كل واحد عايش حياته. فمهما كان جواكي اشتياق او حب ما تستسلميش، ما تضعفيش، عشان للاسف انت الوحيده اللي حاسه كده وهو مش حاسس. فانت للاسف اللي بتتعذبي لوحدك، هو مش حاسس. حتى عارفه لو روحتي حتى عيطتي والله ما يحس دموعك عشان ما فيش مشاعر للاسف. بس انا بقولك المره الاخيره دي جربي. ليه؟ عشان تبقى دي علامه ليكي اخيره انك انت خلاص استوب لحد كده كرامه، ما نفكرش في الشخص ده تاني. ادي رد علينا والرد اللي مش تمام بطريقه بارده. ف ليه احب واحد ما بيحبنيش او ما بقاش يحبني؟ مش اخر الدنيا ولا اخر المطاف. انا عارفه ان بيصعب عليكي الايام الجميله قوي والحاجات اللي انتوا عشتوها الحلوه مع بعض، انا عارفه ده وحاسه بيكي والله. بس كرامتك، كرامتك اعلى من اي ذكرى ومن اي حد. وهقولك حاجه اخيره، عيشي مشاعرك كلها. يعني ما تكتميش الحزن، لا، احزني وعيطي وبصي للسما واشتكي لربنا، يا رب انا تعبت، يا رب، يا رب عوضني، يا رب، يا رب شيله من قلبي، يا رب. وافضلي اعملي كده، طلعي كل الطاقه السلبيه اللي جواكي لربنا مش لبني ادمين. عشان البني ادمين والله العظيم ما يعملوا لك اي حاجه. عارفه في الاخر وجعتي دماغنا على الفاضي، ها انجزي قولي اللي بعده. احنا عندنا مشاكلنا، دي طبيعه البشر، دي طبيعه البشر. كل الناس عندها بقى عندها مشاكل وهموم. قليل قوي محدش هيسمعك ويهتم لامرك الا اتنين في الدنيا. يعني حد بيحبك قوي ومهتم لامرك قوي، وحد مر بنفس تجربتك فبينصحك. فانا بقولك ابعدي، ولكن بعد ما تحاولي المحاوله الاخيره وتشوفي رد فعله شكرا، واقفلي الباب وراه وعيشي مشاعرك واحزني. والله العظيم والله العظيم وقته هيعدي وبعد كده تقولي ايه ده، ايه ده، هو ده اللي انا كنت بحبه.
هو ده اللي انا كنت مش قادره استغنى. ما الايام عدت اهي والدنيا تمام. ما الدنيا تمام في ايه؟ انا كنت عامله في نفسي كده ليه؟ والله العظيم صدقيني هتفوت. مفيش حاجه بتبقى، مفيش حاجه بتفضل. الحزن بيعدي والفرحه بتعدي والايام كلها كده فوق تحت، بس مفيش حاجه مستقره. الفكره في ايه؟ ان انا اتاقلم مع الوضع واقول الحمد لله، لعل اللي جاي افضل ان شاء الله، لعل ربنا شايل لي افضل ان شاء الله. ما دمتي انت ما قصرتيش في العلاقه وعملتي اللي عليكي وتعاملتي بما يرضي الله، خلاص. لو انت ظلمتي وجيتي اعتذرتي وهو رفض الاعتذار، فبرضه خلاص مش هنفرض نفسنا على حد. والله بصي، هو عارف هيجيبك ازاي، زي ما انت عارفه تجيبيه ازاي وتوصلي له مشاعرك ازاي وانتم متخاصمين. هو عارف دخلتك وعارف ان هو لو عايز يوصلك هيوصلك ازاي، ولو عايز يرجعلك هو راجل واعي ومسؤول وعارف هيرجعلك ازاي. في حالة انه ما عملش يبقى هو مش عايز يرجع. باي باي يا حبيبي، هنساك ان شاء الله، بس خلاص. وعدي واقلب اللي بعده، وربنا يا رب يصلح حالك ويرزقك باللي قلبك يتمناه بجد، واللي يستحق قلبك واللي يقدرك ويعاملك بما يرضي الله، مش يعاملك بما يرضي مزاجه وضميره وفكره. كلمة أخيرة بقى قبل ما أقفل هعيدها لك تاني عشان تبقى في ذهنك آخر حاجة. اللي عاوز حد يا سمسم وعايز يوصله هيوصل له، أيا كان واحد أو واحدة. حتة بقى إن هو يلمح لها وحتة إن هو مش عارفة إيه ويطول في الموضوع ده استعباط. اللي عايز حد هيخش يكلمه على طول عشان ما يضيعش منه، بس غير كده شكرا، انت بتلعب يا باشا.